السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة هعمل لكم وصفة سهلة، وصفة سريعة، وصفة دولشي جامدة جدا. من الدولشي اللي احنا بنحبه قوي 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 في مصر. هي ايه؟ هي ام علي. ام علي من الحاجات الحلوة اللي طعمها كمان بيبقى خطير ومميز، وكمان يعني دولشي سهل وبسيط، ما بياخدش ثواني في عمايله، وانتي واقفة في 3 دقايق هتلاقيه خلاص معاكي. يعني ولا هنحتاج بقى وقت طويل ولا اي حاجة، وفي الاخر هناكل اجمل دولشي وطعمه روعة وبونو جدا. هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل النهاردة ام علي بعجينة الملفيه او بالملفيه. الملفيه اللي هو هنا بيبقى في علب مكتوب عليه البازي دي ميلا فوليا. وفي مصر ما هو بيتباع فين؟ هنا بيتباع في كل السوبر ماركاتو. طيب في مصر بيتباع فين؟ بيتباع عند الناس اللي بتبيع مستلزمات الحلويات، او اي حلواني بتلاقي عنده الملفيه جاهز. طبعا ام علي في ناس بتعملها بطرق كتيره، في ناس بتعملها كمان بالكرواسون، بس بصراحه انا هي دي احلى طريقه واجمل طريقه، وطعمها بيبقى مميز، اللي بالملفي او بالبازي اللي هو الميلا فوليا يعني. الميلا فوليا طبعا هنا كمان احنا في تورته الميلا فوليا، ان شاء الله بقى اعمل لكم بنفس البازي ده اللي احنا جبناه النهارده، نعمل منه تورته الميلا فوليا في ثانيتين، ثانيه الا ثانيه هتلاقيها معموله جاهزه في ثواني. ان شاء الله هبقى انزل لكم الوصفه بتاعتها. طيب احنا هنا بقى انا استخدمت ايه؟ الناس في العادي يعني بيبقى ام علي بتتعمل بلبن وسمنه وقشطه. انا بس هستخدم حاجه هتخلي كمان الطعم معاكي غني اكتر ومميز قوي قوي، وهتلاقي طعم ام علي حاجه تانية خالص. استخدمت البانا دا مونتاري او كريمه الحلويات او كريمه الخفق يعني. من الحاجات اللي بتخلي طعمه غني ودسم وحاجة كده جامدة. استخدمت قد ايه؟ لو برام كبير هتستخدميه هتحطي العلبة كلها وتحطي كوبايتين لبن. انا استخدمت برامين متوسطين، فحطيت كوباية من كريمة الحلويات او كريمة الخفق اللي هي البانا دا مونتاري، وكوباية لبن على كل طاجن، كوباية وكوباية. وحطيت على الوش عين جمل، وتقدري تحطي اي نوع مكسرات انتي بتحبيه وانتي بتفضليه. عايزاه مجروش حطيه مجروش، انا حطيته كده علشان ياخد معايا لون كمان في الوش، ويبان كمان طعمه قوي يعني وانا باكل الطاجن الجميل ده. وهحط على الوش معلقه كبيره من المسكربوني على كل طاجن. كده معانا برونتو، ما حطيناش سكر. خدوا بالكم ان انا ما حطيتش سكر خالص. اللبن اللي انا حطيته من غير سكر. ليه؟ لاني الميلا فوليا دي عليها سكر طبعا، وبتبقى عليها زبده، عشان كده ولا هحط سمنه ولا هحط سكر. تاني حاجه البانا دا مونتاري دي دولشي يعني زكراتا، يعني مكتوب عليها ان هي زكراتا يعني مسكره، فكفايه قوي كده عشان كمان ما يبقاش طعمه تروبو يعني تزكره. خليها من غير سكر خالص، ما حطيتش ولا معلقه، وطعمه كان مظبوط بالشعره. امشي على نفس المقادير دي هيطلع معاكي مظبوط 100%. انا استخدمت العلبه كلها. العلبه بيبقى فيها 3 من الميلا فوليا. استخدمت العلبة كلها، حطيت 1.5 في البرام ده و1.5 في البرام ده. يعني تقدري لو برام كبير تحطي ال3 كلهم، وتحطي علبة بانا دا مونتاري وكوبايتين لبن كبار ومعلقتين قشطة على الوش، والمكسرات اللي انت بتحبيها، وتدخليها الفرن او الاير فراير. انا هدخلها في الاير فراير واحدة واحدة، يعني طاجن طاجن، عشان مش هيدخلوا الاتنين مع بعض. وما اخدوش معايا اقل حاجة، يعني هو 5 دقايق. اخد وشه لون ذهبي زي ما انت شايفة وكريمي، والريحة بقى رهيبة، وما احتجتش ان انا كمان اكون غالية اللبن ولا اي حاجة من البداية. هو كله كان في البارد على البارد. لو هتدخليه الفرن تدخلي الفرن وتفتحي الشواية والفرن، هياخد معاكي لون ووش حلو كده ومكرمل، والماسكربوني بيديله زي كأني عليه سمنة على الوش. حاجة روعة، طعم جامد. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش من دعوة حلوة من القلب، ولايك وشير وسبسكرايب للقناة، وبون ابيتي.